السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة طيف خيال، قناة مهتمة بكل إبداع وكل ما هو جميل في هذا الكوكب الأزرق. جينا لكم بفيديو جديد عن أحد الرسامين الصينيين، وهو يمارس فن الرسم على قارعة الطريق. الآن يبدأ برش هذه اللوحة التي لا تمثل أي شيء قبل أن يضع الرسام أنامله الذهبية فيها. يبدأ بالرش الأصفر والبنفسجي وألوان أخرى. الآن ينتزع الأغطية من اللوحة ويقوم بإحراقها بصورة جمالية جدا، وينفخ على النار كي تتوزع في كافة أرجاء هذه القطعة البيضاء. بدأت تتضح مراسم هذه اللوحة وتبدع علقها وإبداعها وجمالها ترتسم في الأذهان. الآن يقوم ببعض اللمسات، أعتقد بدأت تكتمل فصول هذه اللوحة الجميلة. الآن يقوم بالرش مرة أخرى وينتزع الأغطية لتلوين هذه اللوحة الجميلة. يتجمهر حوله المعجبين والجماهير ليروا هذه اللوحة الكرنفالية الإبداعية الجميلة. شاب، أو بالأصح إحدى الرجال المسنين في السن، يقوم بهذا الإبداع الجميل وهذه الرسمة بقالب فريد من نوعه. أن يقوم برش النار على اللوحة ويقوم بإدارتها بكافة الجوانب. يضع اللوحة على قطعة من الخشب ويقوم بتثبيتها جيدا. الآن يلقيها على قارعة الطريق ليراها المعجبين. يلهم لوحة رائعة جميلة تأخذك إلى عالم جميل. سلمت يداك أيها الرسام الماهر والبارع، جميلة جدا. أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا جزيلا.